عرض سماك داون الاسبوع ده فيه شويه حاجات حلوه محتاجين نتكلم عنها، فخلينا نخش في الموضوع على طول. في اصوات بتحكي قصص، ولكن انا الصوت اللي بيحول الحكايه لمعركه وبيخلي كل لحظه بتسمعها ممتعه. انا راسل سبوت، وده مش فيديو عادي، ودي مش مجرد قناه، دي الحلبه نفسها. فعاوزك تضرب الجرس وخلي الحكايه تبدا. والعرض بيبدا بدخول لوجان بول، مش عشان حاجه، لكن عشان بقالنا كتير بنلاقي سينا هو اللي بيبدا العرض، فالمره دي تغيير عشان الناس ما تزهقش، ابو تقل دم امك، او يمكن عشان لوجان بول يبرر اللي عمله في سينا الاسبوع اللي فات لما رزع سينا واحده في وشه في نهايه الحلقه ونيمه قبل ما نعرف بروك ليسنر قال ايه او جاي امتى. منه لله. المهم لوجان بول بيبدا وسط استهجان كبير جدا من الجماهير، محدش طايقه، الطفايه دي مش طايقاه. ايه يا ابني الرزاله اللي انت فيها دي؟ ومع ذلك بيتكلم بكل ثقه ما بيهموش، وبيقول للجمهور انا مش دخيل هنا، انا الزلزال اللي جه هز الشركه دي، انا هنا عشان اكون اقوى واحد عمل انجازات جامده. مضيت مع الاتحاد وبعد لما عملت كده ايه اللي حصل؟ بوم، الاتحاد عمل صفقه مع نتفليكس وESPN. انا السبب في ده، انا اللي جبت ملايين الارقام القياسيه وملايين الفلوس هنا، فشكرا برضو للTKO. بصوا حواليكوا شوفوا مين الغبي هنا، انا خير ما انجبت الشركه دي، انا مستقبل الشركه دي سواء حبيته ده او لا. ولو في حد بيمثل اساس المصارعه هنا فهو جون سينا، اللي الاسبوع اللي فات قال لي حضر نفسك كويس عشان هتلاعبني في كلاش ان باريس. ازاي يتجرأ يقول لي كده؟ بيقلل مني؟ طب انا هضغط عليه لحد لما اجيب اخره. جون سينا حاول يدمر المصارعه وانا دلوقتي بنقذها، ولو غلبت جون سينا يوم الاحد الجاي فهجبركم انتوا كمان تعترفوا بيا وبقدراتي، لاني مستقبل الشركه دي، انا المصارعه. فدخل جون سينا وتقدم التقديم الاسطوري كالمعتاد وسط تشجيع جماهيري كبير جدا، ولوجان بول طبعا مش عاجبه الكلام ده، عنه ما عجبه، يخبط دماغه في اكبر حيطه. وبعد كده قال لوجان بول ما يكلمش الجمهور بالطريقه دي لانهم سبب وجودهم هنا، وقالوا الناس دي بتشجعك وبتتحمس معاك، ومزعلهم انك بتقابلهم بالاسلوب ده مع انهم سبب اي نقله لاي مصارع لمكان عالي. لما بشوفك يا لوجان بشوف فيك امكانيات كتير قوي، عندك فعلا القدرات اللي تخليك قادر تاخد المكان ده لحته تانيه، لكن للاسف الكل عارف انك مش بتبذل مجهود ولا حتى قادر تفهم اللي بيدور هنا. انت لو فعلا اديت واجبك كنت فهمت انك جاي هنا عشان تغير المكان ده. انت واقف في الحلبة مع واحد من الناس الاصليين اللي اسسوا المجال ده، لبس سنيكرز ولبس شورت وغير شكل البطولات وكان بيغني وراح من ايفنت راسلمانيا وكان بيهاجم الناس وعمل شعار وورد لايف. لوجان بول ده الدرس الاول ليك في البيزك ساجانومكس، وهو انك نسخة رخيصة من جون سينا. بتقول انك جبت نتفليكس وESPN، بتقول انك عملت تأثير بانجازاتك وان ده اللي طلع بينا لهنا، لكن اللي عملته ما كانش سبب في ده. انا شفت قائمة فيها افضل 25 مؤثر في العالم، كان فيهم ناس صحابك كتير منهم مستر بيست واي شو سبيد، لكن اسمك للاسف ما كانش موجود. اعتقد ان جه الوقت اللي اتكلم فيه معاك كصديق واقول لك الحقيقة. انت عملت فيديوهات مقالب وفيديوهات متنوعة كتير، ودلوقتي في سن ال30 ما عملتش تأثير، بالعكس تأثيرك عمال يقل وعمال تدور على طرق للربح. انت مش هنا عشان تطور المصارعة، انت هنا عشان تنفع نفسك وبس. مش هبطل كلام لان الكل هنا عارف اللي فيها، الجمهور ده شايف الحقيقة. فالجمهور استهجن لوجان بول وسينا طلب منهم يستنوا شوية. بعد كده كمل وقال يا صاحبي انت مش حقيقي، انت مجرد شخص لكن مش حقيقي. الناس لازم تشوف من خلالك التغيير، بيدوك فرص وانت مش بتديهم اي حاجة، ودي لحظة هعلمك فيها معنى الاحترام هنا. ونزل سينا من الحلبة وراح للجمهور وقال للوجان بول اسمع يا حمار، الاحترام عندنا هو لما تعدي بيوم وحش وتقول كلام وحش لناس والناس دي عارفين كويس انك مش في احسن حال ويسامحوك، فالاحترام هو انك لما تعدي الفترة دي وتشوف الشخص اللي اذيته تروح تعتذر له. فسينا راح للطفل اللي زعله في اول برومو ليه بالشخصية الهيل واعتذر له قصاد الجمهور كله وتأسف له على الكلام اللي قاله. فلوجان بول اتريق عليه وقال له هو في ايه؟ هو احنا في جمعية خيرية؟ احنا في منظمة ميك اويش هنا؟ فجون سينا قال له انا بصلح اللي غلطت فيه يا حمار يا دخيل، انت طلبت ماتش ضد الافضل في التاريخ واحسن لك تجهز نفسك عشان بعد يوم الحد الناس هتتاكد انك مش جاي تصلح المصارعه، بالعكس دي المصارعه هي اللي هتدمرك. وبيخرج جون سينا بعد الكلام ده وبتنتهي الفقره. وللمره الثانيه في الاسبوع الثاني على التوالي جون سينا بيدمر لوجان بول على المايك. الاسبوع اللي فات لوجان بول ادعى انه عمل انجازات ب 23 ماتش في مسيرته، وسينا اداله على عينه ولا انا عملت مسيره خلال اكتر من 23 سنه، فاللي هو انت بتقارن ايه بايه؟ والمره دي لوجان بول بيقول ان هو جاي يطور المصارعه وانه ليه الفضل في كل اللي بيحصل الايام دي من صفقات واتفاقات ومكاسب. وسينا بيقول له انت ولا حاجه، انت عمرك ما هتكون مننا لانك مش محترم نفسك ولا محترم الجمهور اللي هو اصلا سبب في وجود المصارعه.
بتحاول تخلي نفسك اسطوره وبتقارن نفسك بيا، لكن انت مش فاهم انك لازم تقدم احترام، لدرجه ان غرورك مخليك اعمى، مش شايف قدراتك الحقيقيه اللي ممكن تخليك فعلا مؤثر في المجال ده، لكن انت كسول شايف نفسك عامل انجازات وبتحط نفسك في مقارنه مع الاساطير، وفي الحقيقه انت بتقلدهم وبتقلدني انا شخصيا. انا زمان عملت اللي انت عملته ده، لكن انا نجحت وانت لا. وبعد كده سينا بيدي لوجان بول مثال حي، اللي هو عاوز تقلدني قلدني صح، اداله مثال على الاحترام، وراح اعتذر للطفل اللي زعله في بدايه السنه، ومن خلال الموقف ده بيقول لوجان بول قلدني في ده عشان الناس تحبك، اعمل ده مع استخدام قدراتك ومؤهلاتك والناس هتحبك. وبيتحدى لوجان بول انه يكون محترم لانه فعلا صعب عليه انه يعمل ده. وفي الاخر بيقول له انت طلبت انك تواجهني، وبعد كلاش ان باريس الكل هيشوف انك مش جاي تطور المصارعه، وان المصارعه هتدمرك. في الكلام ده اكتر من معنى، يا اما سينا قصده ان الجمهور هو اللي هيدمر لوجان بول بعد لما يخسر لان الجمهور هو المصارع زي ما سينا قال قبل كده، او سينا يقصد ان هو اللي هيدمر لوجان بول خلال الماتش ده، وده فيما معناه ان سينا هو نفسه المصارعه، وهنا في تعظيم من سينا لنفسه، حاجه كده زي انه الاعظم على الاطلاق، والكلام الجامد اللي بيتقال عنه ده. في كل الاحوال انا مبسوط بالكلام ده، انا بجد هفتقد سينا بعد لما يعتزل. سماك داون بيحصل فيه حاجات حلوه قبل ما سينا يمشي، البروموهات فيها كلام يتقال ويتشرح والناس حابه تسمعه كل اسبوع، طبعا ده بسبب وجود سينا في العروض. اتمنى كل اللي جاي لحد لما يعتزل يكون بنفس النمط ده، مش نفس النمط بالظبط، لكن محتاجين بروموهات جامده من سينا لحد لما يعتزل، لاننا مش هنشوف ده تاني، فمحتاجين نشبع من البروموهات الطرش دي. اما بالنسبه لفقره درو ماكنتاير وراندي اورتن فانا مش هتكلم عنها كتير، لان مفيش غير حاجه واحده بس عاوز اعلق عليها في القصه دي كلها. ايه لازمتها؟ لا بجد ايه لازمتها؟ يعني ولا تحدد ماتش ليهم رسمي في العرض الجاي، ولا العداوه كان ليها قصه اصلا ولا ليها لازمه، فبجد ايه لازمتها؟ القصه كانت ماشيه في سكه ان درو ماكنتاير عاوز بطوله كودي رودز، وكودي خد كليمور في عرض سماك داون، ومن ساعتها مستخبي تحت ترابيزه التعليم ما طلعش. ايه بقى دخل راندي اورتن في الموضوع، مع العلم ان اللي حصل في سمر سلام خلاص خلص، يعني خلاص مالوش لازمه تطلع تهاجم درو، ودرو الغبي رايح يفكر راندي اورتن باللي كودي عمله فيه في نهائي ملك الحلبه، ظنا منه ان هو كده بيخلي راندي اورتن يقلب على كودي. يا حمار، ما هو لو قلب على كودي هيرشق في العداوه دي، وبدل ما هتبقى 1 ضد 1 هتبقى ثلاثيه. هو هيبقى نوع من التغيير، لكن انا كنت عاوز اشوف راندي اورتن الهيل بيقلب على كودي، او درو ماكنتاير بينتزع منه البطوله مثلا. وارد نحصل على ماتش ثلاثي ينتهي بلقطه فيها دقه نقص اخيره من كودي رودز لراندي اورتن، ومنها تفتح عداوه بين الاثنين اخيرا وراندي اورتن يقلب هيل. ده التفسير العلمي الوحيد اللي بيحصل حاليا. هتقولي ايه لازمتها اللفه الطويله دي؟ هقولك انت بتتفرج على WWE، لازم تمط في الاحداث عشان تروح للحاجه اللي الجمهور عاوزها، مفيش دغري ابدا. اما بالنسبه لمباراه المين ايفنت اللي هي سامي زين ضد سولو سيكوا على بطوله الولايات، هو الماتش خلص بدري وحصل فيه تدخلات، وفي الاخر عملوا لك فاير وورك بجنيه ونص بعد لما سامي زين كسب، قال يعني احتفال، علامه معفنه والله. ما هو لو كان رومان رينز ولا كودي رودز اللي كسبوا بطوله كنتوا مليتوا الاستيج صواريخ، انما عشان سامي زين العربي اللي بيدعم اخواتنا فما فيش منه الكلام ده. المهم انا فرحان لسامي زين جدا، والله يستاهل يشيل بطوله، وفرحان ان هو كسب بطوله ما كسبهاش قبل كده. حلو جدا انه يضاف لسجل البطولات بتاعته بطوله جديده لاول مره يكسبها وتتذكر في مسيرته. ما فاضلش كده غير بطوله عالم يا ابن عمي، بطوله عالم واحده بس يا فخر العرب. ما هو هيبقى ظلم كبير بصراحه لما جه اوسو يكسب بطوله عالم ورامبل وسامي زين لا، مش هقارن. كل عارف ان سامي زين اجمد منه 100 مره في كل حاجه، مايك، لعب، شخصيه، وقبول من الجمهور، فما فيش مقارنه ومش هنطمع، لكن هنقول الحمد لله، نبوس ايدينا وش وظهر، الحمد لله ان احنا شفنا تقدم وشفنا دفعه حلوه زي دي، وهنستنى نشوف الايام الجايه هتودينا ليه. يمكن سامي زين متحضر له الدفعه اللي كل مشجعي المصارعه مستنينها، طبعا بتوع الوطن العربي اكتر، كلنا بنتمنى ان سامي زين يكسب الرامبل ويروح يلعب على بطوله عالم في راس المنيا. لحد هنا كده الدنيا تمام، هي مش احسن حاجه بس تمام، شغال والله شغال وزي الفل. كده احنا منتظرين نتيجه ماتش لوجان بول مع جون سينا، ونتيجه المباراه الرباعيه اللي هتتلعب على بطوله العالم، وميعاد ظهور الوحش بروك ليسنر عشان يلعب جون سينا في العرض الشهر الجاي، راس البالوزه على حسب الكلام المتداول يعني. بس ايه راس البالوزه دي؟ هو اي كلام واي هبد، ده اسم عرض ده؟ طب كنتوا سيبوا الاسم يتعمل منتج جديد عند بلبن، سرقتوا الفكره منهم كده، عيب ها؟ فدلوقتي قول لي ايه رايك في العرض ده، وتوقعاتك لماتش جون سينا مع لوجان بول، والمباراه الرباعيه بتاعت بطوله العالم، وماتش الترايبال شيف مع حرامي الجزم برونسون ريد، وبس كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. وده نهايه الكلام، لان راسل سبوت قال كده.